بودكاست يا فندم. كل مرة كنت بقعد فيها مع ناس أعرفهم، ناس جديدة أول مرة أقابلهم، لازم بتطلع حكاية. مرة حد يحكي موقف يضحك، مرة حد يقول حاجة تلمس القلب، مرة حد يحكي حاجة تأثر فينا. قعدت مع نفسي وسألت، هو كل الحكايات الصغيرة اللي بنعيشها دي بتروح فين؟ الضحكة اللي طلعت صدفة، الكلمة اللي خلت يومي يختلف، اللحظة اللي وجعتني بس عدت واتأكدت إن الوجع عمره ما بيستمر. كل ده ليه بنسيبه يعدي كده؟ ليه ما بنحكيهوش؟ طب ما نحكي عن الناس اللي قابلناهم، عن المواقف اللي علمتنا حاجة، عن الأيام اللي خلتنا نرضى ونبتسم مهما حصل. ومن هنا اتولدت فكرة بودكاست يا فندم، قعدة حلوة وضحك من غير فلتر، بنحكي فيها عن قصص يومية، إنجازات بسيطة، مع صحاب، مع زمايل، مع أهل وقرايب، مع ناس شبهنا سابوا فينا أثر، عن حكايات تشبهنا دايما فيها معنى. هنا هتسمع قصة تلمسك، فكرة تفتح لك باب جديد، أو تذكرة لحاجة نسيتها وسط الزحمة. معانا هتفتكر الحلو وتفتكر الرضا، وهتحس إنك مش لوحدك. هتشوف إنجازاتك البسيطة عظيمة، لأن في الآخر إنما الإنسان أثر فاصنع أثرك. معاكم ماجي ناجي، بحاول أصنع أثر. تابع بودكاست يا فندم، واستعد القعدة من القلب، جايز تحب تبقى أنت الحكاية اللي جاية.